نجيب كده القرصه يا بنات، هنبططها بسيط، ما افردهاش قوي. هجيب معلقه صغيره كده مليانه من السكر ده محطوط عليه معلقتين دقيق العادي، او لو عندك معلقتين دقيق سميد اللي هو بتاع البسبوسه، ايوه، وممكن من غيره عادي. تمام، ركزي معايا. ونقفل بقى الاطراف دي كويس جدا علشان في الفرن لما تدخل ما تعملش معاكي بقى ايه، ما تفتحش وتحروق الصينيه وتحروق القرصه معاكي. طيب بعد ما حطيت فيها السكر هطلعها واقفلها كويس من بره، وبعد كده انزلها اغطسها كده في الميه ثانيه مش اكتر من ثانيه، يا دوبك تنزلي وتطلعي. بعد كده تحطيها في الطبق اللي انا زي ما انت شايفه كده. الطبق ده فيه سمسم، و يعني مثلا حطيت نص كوبايه من السمسم مع 4 معالق كبار من السكر. طيب السكر هنا لازمته ايه؟ طيب انت لما تيجي تحطي السمسم على الوش من غير سكر مش هيثبت، مجرد ما يطلع من الفرن هتلاقي السمسم في حته والقرصه في حته تانية خالص. طيب ايه العمل؟ السكر ده لما بيدخل الفرن بيكرمل، فبيثبت بقى ايه